بما اننا في موسم الفراولة، والفراولة دلوقتي موجودة كتير جدا، هنعمل بقى احلى مربى بقطع الفراولة بطريقة انا معتمداها من زمان جدا. تنفع للفطار وتنفع للعشاء وكمان سندوتشات للولاد في المدرسة. قولولي بقى بتحبوا تاكلوها مع ايه؟ مع زبدة ولا قشطة ولا زبدة فول سوداني؟ كمان تنفع في سحور رمضان وكمان في الصيام. كل سنة وكلنا طيبين. بجد طريقة حلوة وهتعجبكم جدا. وانا هنا كنت لازم ادوق بقى يا جماعة اللي انا عاملاه عشان اقول لكم قد ايه هي حلوة. يلا بقى بينا نشوف هنعملها ازاي. هنجيب كيلو فراولة ونغسله كويس جدا وننقعها في الخل. انا هنا الفراولة بتاعتي كانت جامدة شوية، لو هي قطرة هتكون احلى. وهنحتاج ليمونة وطبعا سكر. هي دي كل مكونات الوصفة بتاعتنا. اول حاجة بقى هبتدي انضف الفراولة بتاعتي واقطعها قطع صغيرة. لو انتي مش بتحبي قطع الفاكهة موجودة في المربى بتاعتك، اضربيها في الخلاط او اطحنيها في الهاند بلندر. وبعدين هحط كوبايتين سكر. عايزة اقولك لو انتي بتحبيها سكرها زيادة زودي، بس هنا كان السكر مظبوط جدا. لو سمحتي لو الفيديو عجبك شيريه مع كل أصحابك. ولو لسه ما عملتيش اشتراك للقناة بتاعتي، روحي اعملي اشتراك ودعميني، وكمان سيبيلي تعليق لو الفيديو عجبك. هقلب بقى الفراولة مع السكر وهغلفهم برول ستريتش، وهسيبهم لحد ما الفراولة تنزل المية بتاعتها. أنا سبتهم في التلاجة من بالليل للصبح. ودي خطوة مهمة جدا. لو الفراولة بتاعتك جامدة وما نزلتش مية، هتحط لها بقى في المرحلة دي نص كوباية مية صغيرة. ونقلب السكر كويس. هنفضل نقلبه لما كل السكر يدوب واتأكد انه داب كويس. هنحط بقى الفراولة بتاعتنا في الحلة وندوب برضو السكر. بصوا انا دوبته كويس بس لسه كان فيه شوية. هنرجع نقلبهم تاني لحد ما السكر يدوب خالص. وبرضو لما هنرفعه على النار كل السكر ده هيدوب. انا هحط الفراولة بتاعتي على نار متوسطة. بس اهم حاجة ان كل شوية تقلبي. اولا لان هي بتفور، فعشان ما تبهدلكيش البوتاجاز بتاعك، وكمان عشان ما تشطش منك. كل شوية هفضل اقلبهم وهنزل كمان الحروف بتاعتي. أول بقى ما نوصل للون والقوام ده والسكر يكون داب والفراولة كده طريت خالص، هنزل عليهم بالليمونة بتاعتي. لو الليمون بتاعك كبير اعصري نص ليمونة، ولو ما عندكيش ليمون ممكن تستخدمي ملح الليمون. وهنبتدي نقلبهم ونرجع نحطهم على النار لحد ما المربى بتاعتك تتقل. اول بقى ما بحطهم على النار وتغلي، كل شوية حاطة طبق جنبي واخد نقطة من الخليط واختبرها عشان ما تبقاش تقيلة قوي ولا خفيفة قوي. وهنا وصلنا للقوام اللي مطلوب. خلي بالكم هي لما بتبرد شوية بتتقل كمان. في اي بقى علبة ازاز عندك او برطمان يكون متعقم ونضيف ويكون ناشف تماما، هنصب بقى المربى بتاعتنا. بصوا القوام بتاعها تقيل خطير. قد ايه جميلة. قوامها كان اكتر من رائع. مليانة قطع الفراولة. اظن احنا لما بنجيبها من بره مش بتبقى بالشكل ده خالص. جربوها وقولولي رأيكم. بحبكم قوي.